مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية. سيارة مشبوهة تستنفر الأمن في البيضاء. قبل ما ندوزو للتفاصيل ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا. أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أن مصالحها طبقت بروتوكول الأمن للتعاطي مع المواد المشبوهة صباح اليوم بعد رصدها سيارة مهملة تخلى عنها صاحبها بزنقة جابر بن حيان في ظروف مشكوك فيها. وقد تم إخضاع السيارة لفحص دقيق بواسطة الكلاب المدربة للشرطة وباستخدام معدات الكشف عن المتفجرات، فتبين أنها لا تحمل أي مواد مشبوهة ولا تشكل أي خطر على سلامة الأشخاص والممتلكات. وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من تشخيص هوية صاحب السيارة الذي كان قد تخلى عنها وغادر المكان، كما تم تحديد موقعه وضبطه بمنزل عائلته، حيث كشفت المعطيات الأولية للبحث وإفادة الأفراد أسرته بأنه يتابع العلاج بسبب مرض عقلي.